هي اولا ان يكون الموضوع بيتكرر، يعني هي مش مره وخلاص، لا هو كل يعني اكتر من يومين في الشهر مثلا هو بيشتكي من بطنه او بيشتكي من شكاوى بتوصلنا لان احنا عايزين نغيب من المدرسه. يومين في اه. الشهر ده يعتبر تكرار ملفت لنظرنا؟ طبعا. مم. لان مش المفروض ان هو يتعب بصوره منتظمه كده وبصوره كتير. ثانيا لما يكون انا عارفه ان هو كويس او ان هو ما كانش فيه حاجه خالص وصحي الصبح لا انا مش قادر، انا تعبان جدا وعندي دور برد، واحنا ما كانش فيه حاجه امبارح خالص، كان مم. نايم كويس والدنيا كانت كويسه. لما مجرد ما نقول له خلاص انت هتغيب الاقي الاعراض اختفت وخلاص وبقى كويس وزي الفل. صح. الاعراض بالذات لما تبقى نفس جسديه، يعني الاعراض بقى عندي صداع، الحاجات اللي ما نعرفش نمسكها، عندي صداع، بطني بتوجعني، مع ان ما فيش ولا قيء ولا اسهال مثلا ولا تغيرات في العاده بتاعته، ولكن بالرغم من كده هو بيشتكي من ان هو بطنه بتوجعه جدا. مم. بالظبط. لما يكون بقى الشكاوى في الاطفال الصغيرين شبه الام، الاقيه بيقول لي اصلا ظهري بيوجعني، مش قادر انزل النهارده، اصلا رجليا بتوجعني، كانه بيقلد مامته في الشكاوى اللي هي بتشتكيها. فاكيد هنعرف ساعتها ان هو ان دي يعني شكاوى مرضيه، مش ما وراهاش حاجه خالص، بس هي شكاوى لا، هي زائفه. دي كده احنا عرفنا انها زائفه، ان هي حجج، بس ما عرفناش بقى هي حجج عباره عن انه كسلان بس يعني، ولا في مشكله حقيقيه موجوده في المدرسه ولازم تتحل؟ هو الاسباب بتختلف طبعا للسن. فمثلا احنا قلنا لو من 5 ل7 سنين هيكون جزء منها يبقى عايز اهتمام بابا وماما وان هم يبقوا مهتمين بيه وقاعدين جنبه. اه. قلقان انه ينفصل عنهم يروح المدرسه، هو راح فعلا ولكنه مش عارف يكون اصدقاء والمدرسه ممله بالنسبه له والولاد كلهم مع بعض وهو لوحده، او انه عايز يقعد في البيت عشان يلعب بقى. مم. لو الطفل اكبر من كده، مراهقين من 11 ل 14 مثلا، هنلاقي ان هو ممكن يكون في تقديم في المدرسه برزنتيشن او حاجه، او هيقدم بروجكت النهارده، اه. فهو قلقان جدا انه يقف يتكلم، وان ممكن الناس تضحك عليه وصورته قدام ذاته مهزوزه اصلا، فقلقان ان مم. هو يعمل ده، فبيحاول يتلكك باي حاجه عشان يغيب يومها. اه. او ان يكون اصحابه بيتنمروا عليه، او ان هو يكون في امتحان وعايز يغيب علشان مش عايز يحضر الامتحان علشان مش مذاكر، صح. او عامل مشاكل مع المدرس بقى، والمدرس مثلا استحلف له النهارده ان انا هتتعاقب مثلا او ما فيش بريك او اي حاجه، صحيح. فبناء بس عليه هو بس بيحاول يمكن يا يغيب من دكتور يوم ده. نفس المرحلة العمرية دي، فترة المراهقة، بتبقى فيها نوع من أنواع التمرد كده، لما بيقول أنا عايز أغيب عن المدرسة يمكن يكون ده تعبيره عن التمرد. فما فيش حاجة مضايقاه، ما فيش حاجة موتراه، بس مش عايز أروح المدرسة، حقي أنا مودي بقى خلاص مش جايب النهاردة، مش حابب أروح، ما تغصبونيش على حاجة. ساعتها بالظبط، هيبقى الأم بقى بوضوح يعني مش تواجه. هيتلكك بقى بشكاوى، صحيح. هيبقى بيوضوح. نواجه بقى التمرد ده إزاي؟ هنتكلم في المدرسة بقى وأهمية المدرسة، وحضرتك قلتي في الأول فكرة المسؤولية. مم. طول ما الطفل هو عارف إن دي مسؤوليته وده الشغل اللي هو بيؤديه الفترة دي، وما ينفعش يوقفه علشان هو زهقان أو ملوش نفس، زي ما أنا ما ينفعش ما أطبخش النهاردة عشان زهقانة أو ملياش مم. نفس، ما ينفعش بابا ما يروحش الشغل عشان هو زهقان أو ملوش نفس، ما ينفعش ما يديكش المصروف علشان هو زهقان أو ملوش نفس. فبالتالي أنت كمان لما ترفض إن إحنا نوقف